لازم اعرف الاول انا بروج المنتج السياحي بتاعي ده في اي جنسيه وفي اي دوله. المزاج بيختلف والرغبات والطلبات بتختلف من تنوع جنسيه الأسواق بالظبط. كمان. يعني انا مثلا لما اجي اخاطب السوق الفرنسي، الفرنسيين مهووسين بالحضاره المصريه القديمه، وبالتالي انا لما بعرض عليهم الرحلات والباكج بتاعتي، انا بديله ايه؟ الاقصر، اسوان، الاهرامات، الاماكن اللي فيها اثار. عشان لما هم باجي مهتمين جدا بالسياحة بالظبط كده. الثقافية. لو اديته انا برنامج مثلا قلت له لو انت حبيت تقضي وقت حلو على الشواطئ في الغردقه وشرم، انت لو بصيت في الغردقه وشرم مش هتلاقي سياحه فرنسيه كتير، يعني هم قليلين فعلا جدا هم مهتمين بالسياحة مثلا. الثقافية أكتر، ده حقيقي. فبالتالي يبقى انا بخاطب السوق ده، فبجهز له البرنامج اللي يناسب معاه. الاسبان يحبوا كروزات النيل جدا. ده حقيقي. عندهم الرومانسيه والجو الجميل، وياخد بقى باين ايه من كروزه في أفلامهم النيل. كمان. يعني مثلا الالمان يحبوا الدايفنج، ويحبوا فبالتالي البحر اتجاههم بالظبط والغردقة ومرسى الغردقه ومرسى علم علم وشرم ودهب وحماطه والحتت دي كلها. مم. الروس يحبوا الشواطئ، فعايزين طول الليل والنهار هم والطلاينه قاعدين على الشاطئ عشان يغيروا لون بشرتهم مثلا وتغمق ويبقوا سعداء جدا. فبالتالي انا عندي كمصر يعني مجموعة كبيرة جدا من البرامج السياحية والتنوع في المقصد السياحي المصري، ولكن أنا بحدد البرنامج بتاعي وهخاطب بيه مين عشان أقدر يعني أستفزه وأخليه سعيد برحلته، وأقدر أحقق منها أكبر عدد ممكن من المجموعات السياحية.